كتسلقي البيض وكتلصق معاه القشره وكيعصبك وبغيتي الحل. اليوم غادي نعطيك واحد الحيله بسيطه بزاف، غير بمكون واحد رخيص وكاين في كل دار، وغادي تخليك تقشري البيض بسهوله بلا ما يتهرس، بلا ما يضيع لك النص في البيضه. بقاو معايا باش تشوفوا السر اللي قلال اللي كيعرفوه. كتجيبي الكسرونه اللي غتسلقي فيها البيض وكديري فيها الماء عادي ديال الروبيني وتضيفي البيض اللي غتسلقيه، سواء كان بلدي ولا رومي، كان في الثلاجه قبل ولا لا، بحال. من بعد غديري المكون السحري اللي كاين في هذه الوصفه اللي هو الخل العادي. كديري مقياس معلقه كبيره ديال الخل وكتردي ديك الكسرونه فوق النار طيب تيتسلق داك البيض لمده ديال 5 دقائق 6 دقائق بالكثير. مهم جدا البيض ما يكونش طري، يعني ما يكونش ديال داك النهار جديد، خاصو على الاقل دوز عليه واحد اليوم ديالو ما تلصقش معاه. ملي كيتسلق البيض ديالنا كنحيدوا ليه هذاك الماء الغليان ومباشره كنخويو عليه ماء بارد. هاد الخطوه حتى هي اساسيه وكتعاون باش البيض يتقشر دغيا. كنخليوه حتى يتشرب البروده ديال هذاك الماء وعاد كنحيدوه ومن بعد كنبداو نقشروه. دابا غادي نقول لكم علاش الخل كيساعد في تقشير البيض بسرعه. القشره ديال البيض فيها بزاف ديال الكالسيوم، والخل فيه واحد الحمض كيتسمى حمض الاسيتيك. ملي كتزيدي شويه ديال الخل في الماء وكطيبي البيض، الحمض كيتفاعل مع القشره ديال البيض وكينقص شويه من الصلابه ديالها، كما انه كيساعد باش تفتح المسامات ديال القشره د البيض شويه، كتفتح شويه وبالتالي هذاك الماء كيدخل بينها وبين البيض، يعني الماء كيدخل بين القشره وبين البيض، وهذا الشيء اللي كيخليها كتقشر دغيا، وبهكا كيولي البيض يتقشر بسهوله بلا ما يعصبك. جربوها وقولوا لي في التعليقات واش نفعتكم ولا لا، وما تنساوش اللايك والاشتراك باش توصلوا بجميع فيديوهات القناه. شكرا على المتابعه والى اللقاء.